السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنبدا في كتاب 100 end games you must know، او 100 نهايه لازم تعرفها. وعلشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدا باول قاعده، وهي the rule of the square او قاعده المربع. يلا بينا على طول على البورد بتاعتنا ونشوف قاعده المربع دي ممكن نطبقها ازاي. دلوقتي احنا حطينا القطع، طبعا الدور هنا على الابيض في الكتاب. طيب باختصار شديد قاعدة المربع بتقول لي بمجرد النظر تعرف البيدق بتاعك او العسكري بتاعك هيرقي ولا لا. طبعا لو مفيش مساعدة من الملك، يعني الملك طبعا بعيد دلوقتي عن العسكري، فبيقول لي هنا هل البيدق ده هيرقي ولا لا، ولا الملك الاسود هيلحقه في المربع ده. طيب تعالى قبل ما نشوف القاعدة ما تيجي نجرب. يعني هو الدور دلوقتي على الابيض، وتعالى نجرب. لو في الوضع الابتدائي بتاع البيدق فانا ممكن انقله حركتين. خلاص الملك مثلا ممكن يتحرك وابدا احرك وهكذا لحد ما يوصل ويرقي. فكده البدأ بتاعي بيرقي عادي جدا من غير حتى الملك ما يقرب منه بمربع واحد. كده البدأ بتاعي بيرقي عادي وخلاص، مكسب ابيض. تعالوا نرجع تاني في الوضع الابتدائي ونشوف ايه بقى قاعدة المربع دي بتقول لي. طبعا الدور دلوقتي على الابيض، فانا العسكري بتاعي هيتحرك حركتين. فقاعدة المربع بتقول لي ارسم مربع من البيدق، ادي قطر المربع اهو، وهننزل لغاية المربع اللي قصاد البيدق، وهنطلع لحد ما نقفل المربع بتاعنا. هل الملك قريب من المربع او حتى هيدخل جوه في الخطوة اللي جاية؟ لا، فكده العسكري بتاعي هيرقي. طيب تعال نشوف موقف تاني العسكري مش هيرقي فيه. طيب دلوقتي هنا احنا غيرنا بس مكان الملك الاسود يا دوب خطوة واحدة او مربع واحد، جبناه من المربع ده وحطيناه في المربع ده. هل كده العسكري بتاعي هيرقي ولا لا؟ تعال نشوف. لو اتحركنا فعلا خطوتين زي ما احنا قلنا، والعسكري والملك تحرك معاه مربع وهكذا، كده الموضوع تعادل. تعالى بقى نشوف ايه اللي فرق عن المرة اللي فاتت. نرسم بقى المربع بتاعنا. الملك الاسود الخطوة اللي جاية هو اللي عليه طبعا الدور، الخطوة اللي جاية هيكون في المربع، هيكون داخل في المربع. يعني مثلا حتى لو وقف هنا او حتى واقف هنا فهو داخل في المربع. ما دام دخل في المربع يلحق العسكري، لو كان بعيد عن المربع ما يلحقش العسكري. ده هو ده اللي حصل. تعال نكمل. حتى لو الملك ما راحش هنا هنخليه يروح هنا. كده دخل في المربع خلاص، اهو كده دخل في المربع. العسكري هيتحرك. طب تعال نرسم مربع كمان، والملك هيتحرك وهيتحرك هنا. طب هيطلع فوق هيتحرك هنا. طب هيطلع كده. طب العسكري هيكمل، الملك هيكمل وهيلحقه برضه في الترقية من الموضوع تعادل. يبقى دي أول قاعدة معانا في النهايات أو الميت نهاية المفروض نعرفها. قاعدة المربع إن لو العسكري عليه الدور خلاص ولعب ورسمنا مربع ولقينا إن الملك ممكن يدخل في المربع ده، ده معناه إن العسكري خلاص مش هيرقي. لو الملك بعيد زي الموقف اللي فات، لا كده العسكري هيرقي. وده كده أول موقف بيعرفني هل العسكري هيرقي أو لا. طبعا الملك بعيد مش بيحمل عسكري. تعال نشوف الموقف رقم 2 في كتاب النهايات. هنا الموقف ده تعالى طبعا نشوفه معانا على البورد الاول. خلاص احنا كده عملنا القطع في مكانها. طبعا هنا في الكتاب بيسألني هل العسكري ده هيرقي ولا لا. وطبعا هنا الكتاب بيعرفني ازاي لما يكون معايا ملك وبيدق ازاي ممكن اقدر احمي البيدق بتاعي لحد ما يرقي. تعال نشوف الاول هنبدأ ازاي. يعني مثلا لو طبعا الدور دلوقتي على الابيض اهو، ممكن الابيض يتحرك ازاي؟ عندي كذا احتمال. الاحتمال ان انا العب العسكري، او ان انا اتحرك بالملك هنا او هنا او هنا في المربعات دي. عندي كذا احتمال، ممكن اتحرك بالعسكري او بالبيدق خطوتين، او ان انا اتحرك بالملك في اي مربع من المربعات دي. طيب ما تيجي نشوف اي احتمال فيهم ونشوف ايه الصح وايه الغلط. تعال نجرب اول احتمال ان احنا نلعب بالعسكري خطوتين قدام. طب الملك الاسود هيروح فين؟ عنده هنا مثلا. ماشي. الملك الابيض ممكن يروح فين؟ ممكن يمنع الملك انه يجي هنا في المربع اللي انا اصلا هرقي فيه، وممكن يجي هنا علشان بعد كده اكون انا في الجنب التاني والعسكري بتاعي يرقي وهكذا. طيب تعال نشوف. انا لو لعبت الملك هنا ممكن الملك الاسود يروح فين؟ ينزل تحت. طيب انا هطلع قدام بالبيدق. الملك الاسود ممكن يروح فين بعد كده؟ ممكن يطلع فوق، ممكن ينزل تحت، فانا هنطلع فوق. البيدق يتحرك، الملك هينزل تحت. مفيش مكان تاني للملك الاسود ممكن ياخد بيه البيدق خلاص. الملك الابيض حتى لو راح هنا والملك الاسود حتى لو جه هنا
عادي برضو مفيش اي مشكله خالص. البيدق بتاعي يتحرك، ممنوع يجي هنا علشان الملك، فممكن يجي هنا وارقي انا براحتي. ده كده البيدق او العسكري في حمايه الملك. احنا جربنا اول احتمال ان احنا نحرك البيدق خطوتين. لو حركنا بالملك، يعني لو جينا بالملك مثلا هنا والملك الاسود حاول ان هو ينزل، خلاص عادي جدا انا هنزل بالملك برضو. حاول ينزل، هطلع مثلا بالبيدق بتاعي هيطلع فوق عادي جدا. ممكن اطلع فوق لو حابب هو ان هو عاوز مثلا ينزل في مربع لتحت، هطلع. خلاص انا اقفل عليه المربعات دي، مش هيعرف حتى يعني يتحرك للبيدق. حتى انا وقفت هنا كده وهو حاول ان هو يجي ياكل البيدق، خلاص انا هطلع فوق واحرك البيدق بتاعي عادي وهرقي برضو. ده كده موقف تاني في حماية الملك، ان انا بخلي الملك طبعا دايما متقدم على البيدق، دايما متقدم على البيدق، وان هو يحمي المربعات الخاصة بالبيدق. يعني مثلا لو انا خلاص الملك الاسود هيروح هنا، ماشي انا هقفله المربعات دي كلها، بحيث ان هو يفضل يتحرك بس في العمود ده لحد ما البيدق بتاعي يتحرك ويوصل للسادس او الصف السادس والسابع وبعد كده يرقي. طيب وبرضه علشان نكمل موقف، حتى لو الملك بتاعي واقف هنا حامي برضه العمود ده او الفايل ده، الملك اخره ان هو يتحرك هنا، مش هيعرف بعد كده حتى ان هو ياكل العسكري، فاخره ان هو يتحرك بس على المربعات دي. بس كده يبقى احنا كده خلصنا. يا رب يكون استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، وفي امان الله. مع السلامة.